السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في عالم إحسان للطبخ والحلويات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال إن شاء الله. اليوم غنوجد معكم بويوات تطوانيين اللي كيجيو رائعين ولذاذين بزاف باللوز. دوزو المقادير. عندي هنايا 500 غرام د الطحين، وعندي 80 غرام د الزبده اللي غندوبها غير شويه، وعندي معلقه كبيره د حبه حلاوه ومعلقه كبيره د النافع بلدي. عندي هنا 80 غرام د الجنجلان اللي غنزهطو غير شويه، ما كنحمروهاش وكنطحنو مزيان حتى كيتعلك. وعندي بيصاد الملح على حسب غير بيصاد الملح باش كنتعدلو الضوء. صافي وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضيتهم حتى كنرملهم. عندي معلقه نص معلقه صغيره د المسكه حره مطحونه، عندي كنطحنها انا مع شويه السكر وكنحتفظ بها هكذاك باش الوئيسه اللي كنجبرها مطحونه. وعندي هنايا الحليب دافي، الحليب على حسب الكميه. ذوبت ديك الزبده غير شي شويه، يعني ماشي ذوبتها كامله مره، غير حيت كانت بارده بزاف كندوبوها غير شي شويه. صافي وكنرمل بها ديك الطحين. المقادير ديالها بحال نفس المقادير الشباكيه يعني تقريبا، ولكن هاد البويوات كيجيو رائعين وكيجيو هشاشين وفتيين ما شاء الله. صافي كنضيف الحليب شويه بشويه. عندي هنايا هاي كيفاش رجعتها. صافي وغنقطع بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم، يعني نفس طريقه الشباكيه. وصدقوني هاد البويوات كيجيو رائعين، غير جربوهم واقتصاديين، يعني ماشي يعني واخا الكميه صغيره كتخرج تبارك الله كميه كبيره. وانتظروني في فيديوهات قادمين ان شاء الله يا ربي. غادي نشارك معكم مملحات رمضان باذن الله. كنقول لكم عواشركم مبروكه. صافي غنطوي العجينه كما بهذه الطريقه هذه، كما قلت لكم نفس الطريقه الشباكيه. كنطلق شويه وكنتنيهم على بعضيتهم باش العجينه كتورق. عندي اللوز. هاد المقطع سمحوا لي حيت تقطع لي ما عرفتش علاش. مشيت حابه كنسجل وانا ما سجلتش. المهم غنعطيكم المقادير ديال اللوز. العقده ديال اللوز كما معروفه دائما تبارك الله كلشي كيعرف العقده ديال اللوز. عندي غير 250 غرام ديال اللوز مسلوقه وكنبيتوها ليله كامله كتنشف. كنطحنوها الطحنه الاوليه والطحنه الثانيه طحنتها مع 4 معالق السكر حيت هما غيتعسلوا. وعملت لفتي وتد المسكه حره، فتي وتد القرفه، فتي والمزهر، ومعلقه صغيره د الزبده. صافي وكندير لكم مزيان حتى كترجع لنا عقده يعني بهذا الشكل هذا. صافي كل كويرات كنوزن فيهم 5 غرام، حيت الا عملتو اكثر من 5 غرام ربما غادي يطرطقوا لكم في الزيت. صافي وكنطلق العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، كنورقها في الماكينه. واللي ما عندوش الماكينه ماشي ضروري، يعني طلقها قبل ما طلق مزيان حتى كترجع رقيقه حتى كنرقوا العجينه. كنجيبو ديك العقده د اللوز كنبسطوها شويه بالصبع ديالنا، كندهنو شويه بالحواشي بالماء غير فتي حتى كندهنو باش كتلصق لنا ديك. غادي نعملو وحده فوق وحده. الطريقه ديالهم ساهله ولكن كيجيو رائعين وكيجيو لذاذين. نزينوا بهم المائده ديالنا الافطار ان شاء الله يا ربي. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. صافي كما قلت لكم كندهن ديك الحواشي فتي وتا بنقيطه د الماء باش كيلصقوا لنا مع بعضيتهم، ما تفتحناش في الماء لحين نكونوا كنقليو. صافي وكنحاولوا نخرجوا الهواء منهم بهذه الطريقه. راه ساهلين وكنقطعوا غير بديك القطاعات. صافي وكان على هاد الطريقه هذه حتى كنكملهم كاملين. واللي بغى يخليهم غير هكذا يخليهم، واللي بغى ينقشهم بديك النقاش ديال الكعاب ينقشهم، واللي بغى يخليهم هيدا سامبل يخليهم، كل واحد والاختيار ديالو. ولكن منقوشين كيجيو مزيونين المنظر ديالهم وتبارك الله. يعني واخا ديك كما قلت لكم 250 غرام ديال اللوز راها كتخرج كما غتشوفوا معايا في الاخر. تبعوا الفيديو حتى الاخر غتشوفوا في الاخر ديال الفيديو. صافي وكنحاول نهزهم هيدا بهاد الاستعانه بالموس باش ما يلصقوش معنا. صافي وكنجيب هاد النقاش هذا اللي كنقشوا به، ماشي الكعب، اللي كنقشوا به الحلوى التمر كيكون كبير شويه. كنقش هيدا غير ديك الحاشيه فقط حتى كنكملهم كاملين. وسمحوا لي طولت عليكم بزاف لظروف خاصه، ما كرهتش كنت ننزل معكم، ولكن دابا عاد كتب غننزل معكم باذن الله. غننزل معكم الفيديوهات د رمضان ان شاء الله يا ربي.
كنتقبوهم شويه بواحد الكردون من تحت باش ما كيش كيتشربوا العسل وما يطرطقوناش في المقله. ضروري تقبوهم من تحت. صافي غادي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. وها هما من بعد ما نقشتهم كاملين وجدتهم خليتهم حتى كينشفوا غير شي شويه. ها هي ملي يعني ماشي منقوشه، غير مثل الفرشيطه شوف كيفاش كتجي. وهادو اللي منقوشين بالنقاش. وهذه اللي هي سامبل خليت لكم هيدا باش تشوفوها. صافي وغنجيو للمرحله اللي ان شاء الله المرحله اللي كان بحال الشباكيه نفس الشيء، يعني كنخليو الزيت حتى كيسخن، من بعد كنخليو البوطه متوسطه باش يطيبوا لنا مزيان، يبقاوش معجنين من داخل. يعني حتى اللي راه عنده دار دائما كنقولها لا في الشباكيه ولا في المعسلات كاملين. صافي من بعد ما عليتهم كنضيفهم في العسل وكنخليهم يشربوا ديك العسل حتى كنزول، حتى كنكون اللي على الثانيه على نحيدها، عاد كنحيدهم هما من العسل كنخليهم يشربوا. كيجيو شاربين العسل وكيجيو هشاشين. وهذا هو الشكل النهائي. زينتهم بشويه د اللوز كونكاسي، سمحوا لي على التصوير صورت بالليل. كيجيو هشاشين وتشكل العقده كيفاش كتجي معلكه من داخل، كيجيو رطبين، كيجيو ما شاء الله. زينتهم بشويه د الورد وشويه د اللوز كونكاسي. نتمنى يعجبكم وتجربوهم، وما تنسونيش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديالي اليوم، نتمنى يعجبكم، والى فيديوهات قادمين باذن الله.